في كائن حي شغال وبيقاوح بقاله سنين عشان يعيشك، وانت تقريبا ما بتقولوش شكرا غير لما يقع ويمرض. خليني احكي لك عن شغال مخلص جدا. قلبك ده دق كام دقة من يوم ما اتولدت؟ كم مرة زعلت ونمت دموعك على خدك وهو فضل ينبض عشان يضخ دم لعقلك فتقدر تفكر؟ رئتك كم مرة اتملت هوا نقي من غير ما تدفع فاتورة أكسجين؟ كليتك اللي بتنظف جسمك في صمت تماما وانت نايم ومش دريان بالدنيا. بنبقى زعلانين عشان لون بشرة أو تخنى 2 كيلو أو شكل مناخيرنا أو وناسيين المكنة الإعجازية اللي شايلانا. جسمك زي عربيتك، احنا بنقسى جدا على أجسامنا بالمقارنات وبالكلام السلبي. النتيجة العاطفية الذكية انك لما بتصالح جسمك وبتمتن ليه وهو سليم، هو بيمدك بطاقة وشكل وصحة أحسن بكتير. الوعي بيبدأ من جوه خلاياك. حط ايدك على قلبك واسمع دقاته، حس بالهوا وهو داخل صدرك، وقول لجسمك بالراحة أنا آسف إني قسيت عليك وشكرا إنك شايلني. وافتكر وإن شكرتم لأزيدنكم. اكتب في الكومنتات كلمة شكر لجسمك، قول له شكرا يا جندي يا مخلص، واعمل سيف للفيديو ده عشان تفتكر دايما تصالح جسمك، وشير للشخص اللي محتاج يبطل قسوة على نفسه ومحتاج يبطل يقارن جسمه بغيره.